فيلمنا بيبدأ في حفلة على سفينة كبيرة، وبيبقى كل الموجودين على السفينة مبسوطين ومستمتعين بوقتهم ما عدا بنت صغيرة اسمها كيتي، بتبقى حسب ملل لأنها قاعدة لوحدها ومعاها لعبة الكلمات اللي بتلعب بيها، لحد ما بيجي لها قبطان السفينة وبيعرض عليها إنها ترقص معاه في الحفلة، وبتبقى السفينة جواها جميل والكل بيرقص لحد ما حد بيشغل مكنة معينة، وبتبدأ إنها تشد سلك رفيع حد جدا بيطلع ملفوف حوالين ساحة الرقص، وبمجرد ما المكنة دي بتشد بسرعة كبيرة بيعدي السلك ده من خلال كل الناس اللي بترقص وبيقتلهم فورا، لأنه من حدته بيقسمهم نصين، واللي بيقسم راسه أو جسمه، وبيبدأ كل الضيوف بيقعوا واحد ورا التاني، وما بيفضلش حد واقف غير القبطان وكيتي، وبتبقى كيتي هي الوحيدة اللي عايشة لأنها طفلة صغيرة والسلك عدى من فوق راسها، لكنه بيكون وصل لراس القبطان وبتتقسم نصين قدام البنت، وبتفضل تصرخ من الرعب اللي هي فيه. وبيعدي الوقت وبنروح لفريق انقاذ بحري مهمته انقاذ السفن الغرقانة في البحر، بيبقى قائدهم اسمه مورف، وهو اللي بيوجههم في حالة مواجهتهم لأي خطر أو مشاكل، وبيكون الفريق كله بيحاول إنه ينقذ سفينة كانت غرقانة، لكن وزنها بيبقى كبير جدا ومش قادرين إنهم يسحبوها بسفينتهم، فبيأمرهم مورف إنهم يسيبوا السفينة المهجورة لأنها لو غرقت هتسحبهم معاها كلهم بكل سهولة. لكن واحدة من الفريق اسمها مورين بترفض إنها تسيب السفينة تغرق بعد 3 شهور محاولات لإنقاذها وانتشالها من القاع، وبتقرر من نفسها إنها تروح للسفينة وتعرف سبب زيادة وزنها، واما بتدخلها بتلاقي إن فيها شرخ كبير بيسرب جواها مية، وده سبب زيادة وزنها تدريجيا، وبيأمرها مورف إنها تسيب السفينة حالا هي وماندر ودوج اللي معاها، لكنها بتنط في السفينة وبتبدأ في الحام الشرخ الموجود، وبينزل زمايلها وراها عشان يساعدوها، وبيكونوا السبب في إن السفينة ما تغرقش، وبيرجعوها بأمان للمينا وبيبيعوها بمبلغ كبير كمان. وبيروح الفريق كله عشان يحتفل بالإنجاز اللي عملوه، وبيجي لهم واحد اسمه جاك بيطلب من مورف إنه يتكلم معاه على انفراد بخصوص شغل، فبيقول له مورف إن اللي قاعد معاهم دول هم فريقه، ولو عنده حاجة عايز يقولها يبقى يقولها قدامهم كلهم. فبيبدأ جاك يقدم نفسه وبيقول إنه شغال على طيارة دورية فوق الخليج، ومن شهر شاف سفينة كبيرة ظهرت فجأة في المحيط، وحاول يتصل بيها من خلال اللاسلكي لكن ملقاش رد، والسفينة موجودة في المياه الدولية، علشان كده خفر السواحل مالهمش أي سيطرة عليها، وإنها بعيدة عن مسار السفن الطبيعية، وكان هيتجاهل الموضوع لحد ما شاف السفينة تاني من يومين طايفة في البحر بدون توجيه، واتأكد إنها مهجورة، وإنه جاي يعرض عليهم إنهم ينقذوها مقابل إنه ياخد 20% من قيمة بيعها أيا كان ثمنها. فبيطلب منه مورف إنه يسيبهم شوية عشان يتكلموا سوا، وبيعرض مورف عليهم الموضوع وبيقول لهم إن السفينة ممكن تبقى فاضية وملهاش لازمة وممكن تتقدر بالملايين، ولأنهم لسه راجعين من البحر نسبة كل واحد هيشارك في الرحلة هتبقى بالتساوي، لأنه ناوي ينتهز الفرصة دي، ولكن لو رفضوا جاك ساعتها هيبعت لأي فريق تاني وينساهم. وبيبقى جرير زميلهم أكتر واحد معترض لأن فرحوا بعد شهر بالظبط وإبحارهم للسفينة ممكن ياخد أسبوع لوحده، لكن بعد مشاورات كتير بينهم كل فريق بيوافقوا على إنهم ينتهزوا الفرصة دي ويتحركوا على مكان السفينة. فبينادي مورف على جاك وبيقول له إن نسبته هتبقى 10 مش 20، وبيوافق جاك بشرط إنه يروح معاهم هو كمان للسفينة المهجورة، وبيتفقوا كلهم وبيبدأوا رحلتهم وبيمشوا أيام في البحر، وبيبقى سانتوس اللي بيتحكم في المركب بياخد باله إن السفينة قربت منهم لأنه بيشوفها في رادار السفينة بتاعتهم، فبينادي مورف وبيقول له يجيله فورا، لكن السفينه ساعتها بتبقى اختفت من على الرادار، وبيكون متاكد انه شافها لكنها اختفت فجاه، وبتظهر السفينه قدام سفينتهم، وبيحاول سانتوس انه يتفاداها وبينجح على اخر لحظه قبل ما سفينتهم تتدمر، وبيتصدم مورف اول ما بيشوفها لانه بيتعرف على السفينه، وبيقول للفريق بتاعه ان السفينه دي المفروض انها اختفت من سنه 1962، ومن ساعتها ومحدش عارف ايه حصل لها ولا اختفت فين، لانها اختفت بدون اي نداء استغاثه حتى، ومن ساعتها وكل قبطان وبحار بيدور عليها ومحدش لاقاها، وطبقا لقانون البحاره السفينه بقت ملكهم هم، لان هم اللي لقوها بعد اختفاء 40 سنه. وبيطلع جزء من الفريق على السفينه عشان يطمنوا انها سليمه وينفع يمشوا عليها، وده لان الصدأ ممكن يكون اكل الهيكل كله، وبيفضلوا يتحركوا في السفينه بالراحه جدا لانهم مش ضامنين المكان اللي ماشيين عليه، وبيدخلوا لقاعات السفينه وبيلاقوا ان في ساعه شغاله، واول ما بتقف بترن بصوت عالي وكلهم بيتخضوا، وبيكملوا مشي في المكان، وبتظهر لعبه الكلمات اللي كانت مع كيتي وهي على ترابيزه، واللعبه بتتحرك لوحدها وبيتكتب عليها اهلا بيكوا على متن السفينه، وبيقول لهم مورف ان السفينه كانت في يوم من الايام عليها 600 راكب من صفوه اوروبا، وطقم السفينه كان بيتكون من 500 فرد، وبيبقى جرير موجود في سفينه الانقاذ وبيحاول انه يتواصل مع مورف، لكن الشبكه بتقطع وبيبقى مفيش طريقه يتواصل بيها معاهم، وبيكون باقي الفريق ماشي في السفينه لحد ما بيدخل في ممر وبيقع منه ماندر، لكن مورين بتلحقه قبل ما يقع وبتمسك فيه كويس، وساعتها مورين بتاخد بالها من كيتي البنت الصغيره وهي واقفه قدامها وبصلها، وبيبقى على الرغم من مرور 40 سنه الا ان كيتي ما بتكونش كبرت ولا يوم وشكلها لسه زي ما هو، وبعدها بتختفي فجاه، وبيحاول باقي الفريق انهم يسحبوا ماندر قبل ما يقع ويحصل له حاجه، وبتفضل مورين مش مصدقه انها شافت طفله قدامها في سفينه زي دي، وبيكملوا كلهم مشي لحد كابينه القائد عشان يشوفوا السجلات، وبياخد دوج باله من ساعه رقميه موجوده في الكابينه، فبيقول لهم ان سنه 1962 ما كانش فيه ساعات رقميه لسه، وبيفهموا ان كان في حد قبلهم حاول يستولي على السفينه وفشل لسبب مجهول، وبيبلغوا مورف انهم هينزلوا السفينه بتاعتهم عشان يناموا، واما الصبح يطلع هيسحبوا السفينه دي معاهم، وبيتجمع كل الفريق وبيسالوا مورف عن ازاي السفينه وصلت للمكان ده، بيقول لهم ان كان في زمان سفينه محمله قطن وكانت رايحه لندن، وبعد شهرين من انطلاق السفينه ظهرت في طرابلس، وما البحارين شافوها وطلعوا على السفينه ما لقوش اي حد فيها ولا طاقم ولا
القبطان، وانه عدى عليها 60 يوم ومشيت 6800 كيلو من غير ما حد يتحكم فيها، وكأن شبح هو اللي كان متحكم فيها وبعدها اختفى، وان مفيش اي دليل على اللي حصل للسفينه اللي قدامهم. وبعد ما بيخلصوا كلام كلهم بيروحوا يناموا لحد ما بيجي تاني يوم، وبيقدر الفريق انه يكتشف الضرر الموجود في السفينه وهو شرخ كبير في الهيكل، وبيسرب ميه بكميه كبيره جوه السفينه نفسها وقدامها مده قصيره وتغرق بعدها. وبيقرروا انهم لازم يصلحوها باسرع وقت ممكن بالامكانيات اللي معاهم، ومحدش فيهم يبلغ عنها دلوقتي لحد ما يصلحوها ويقدروا يحركوها عشان يثبتوا ملكيتهم عليها، وبكده ما بيكونش حد عارف مكانهم. وبيطلع كل الفريق على السفينه ما عدا سانتوس اللي بيفضل على سفينه الطاقم لوحده عشان يصلح الموتور بتاعها ويجهزها لجر السفينه الكبيره وراهم. وبيقسمهم مورف كل واحد فيهم يعمل حاجه على السفينه عشان ينجزوا وقت. وبتتحرك مورين في السفينه لحد ما بتوصل لحمام السباحه، وبتاخد بالها ان في طلقات رصاص موجوده في الحيطه، فبتنزل في حمام السباحه وبتحاول تفهم اللي حصل في المكان. وما بتطلع من المكان بتلاقي ان كيتي واقفه في وشها، فبتتخض مورين وبتقع على ظهرها، ومن قوه الوقعه بتتعور في راسها والدم بيقع على الارض، لكنه بيتسحب فورا جوه الشقوق. وبيظهر جاك قدام مورين عشان يسالها عن اللي حصل لها، فبتحكي له انها شافت بنت صغيره قدامها واختفت فجاه. وبيمشوا بعيد عن حمام السباحه اللي كل الاماكن فيه بتبدا تنزل دم كتير لحد ما بيتملي دم ومليان جثث جواه. وبيكملوا هما الاثنين مشي لحد المغسله بتاعت السفينه، وبتفتح مورين بوابه قدامها عشان تتاكد ان مفيش ميه وراها، لكن بمجرد فتح البوابه بتنفجر فيهم ميه فيها جثث كتير، وبتبقى الجثث بقالها شهر او اقل ومش مفهوم مين دول. وساعتها الباب اللي مورين وجاك جايين منه بيتقفل وبيتفتح لهم باب تاني، وكأن السفينه بتجبرهم يمشوا في طريق معين لحد ما بيوصلوا الاوضه فيها عربيه مركونه قديمه، وبيروح ناحيتها جاك وبيكون منبهر بيها لانها بقيمه ملايين دلوقتي. وبتقول له مورين انهم لازم يمشوا حالا من السفينه دي وما يقعدوش فيها اكتر. وقبل ما يمشوا من جنب العربيه بياخدوا بالهم من حاجه بتتحرك جوه صندوق جنبهم، واما بيفتحوا الصندوق بيلاقوا انها فران وتحتها سبايك دهب كتير جدا. وبتدور مورين على مورف والباقي بسرعه عشان توريهم الدهب اللي لقيته، وبتسمع صوت بيندهلها من تلاجه المطبخ، فبتدخلها عشان تعرف مصدر الصوت جاي منين. وفجاه بتلاقي ان في شبحين بيهجموا عليها وبيفزعوها، لكن بيطلعوا في الاخر ماندر ودوج بيعملوا مقلب فيها. وبتجمعوا مورين كلهم عشان توريهم صناديق الذهب اللي لقوها. بيقول مورف ان الذهب لوحده يقدر ب 200 او 300 مليون دولار غير ثمن السفينه واللي فيها. وبيبقوا كلهم مبسوطين ما عدا جرير، هو الوحيد اللي بيخاف وبيقول لهم ان اللي حصل للسفينه ممكن يكون بسبب الذهب ده اصلا، ده غير الجثث الموجوده في السفينه واللي عمرها اقل من شهر. بياكد لهم ان السفينه دي ملعونه او مسكونه، ده غير انه سمع صوت مغنيه في قاعه الرقص وكان متاكد ان الصوت حقيقي. وبعد تفكير بيقرروا كلهم انهم ياخدوا الذهب بس ويسيبوا السفينه، وبيبداوا في تحميل الذهب على سفينتهم وبيجهزوا السفينه للتحرك. وساعتها بتظهر كاتي على سطح السفينه وبتحاول توقفهم، وبتشوفها مورين قدامها، وفي نفس الوقت بتتفتح اسطوانه الغاز لوحدها اللي موجوده في الكابينه مع سانتوس. واول ما الموتور بيشتغل بيعمل شراره وبيولع في السفينه كلها وبيخليها تنفجر، وبيترمي جرير وموندر بعيد عنها وبيموت سانتوس بسبب الانفجار. وبيرجعوا كلهم من تاني على السفينه المهجوره وما بيعرفوش هيتصرفوا ازاي بعد ما خسروا سانتوس زميلهم. وبيبقى مورف محمل نفسه ذنب موته، وجرير مش مستحمل كل اللي حصل وبيقول لهم انهم سبب اللي وصلوا له بسبب طمعهم وغبائهم، ولو كانوا بلغوا خفر السواحل كان على الاقل في امل ان حد هيجي يدور عليهم. انما دلوقتي بقوا تايهين في المجهول، وكل واحد فيهم بيروح يقعد لوحده لحد ما يوصلوا لحل. فبيروح مورف اوضه قبطان السفينه وبيلاقي فيها ويسكي وبيفضل يشربه. وبتروح مورين لسجلات ضيوف السفينه عشان تدور على اي بنت صغيره كانت موجوده على السفينه، ومن حسن حظها ان الاطفال بيكونوا قليلين جدا، وبتقدر تحدد اوضه كيتي وبتعرف انها كانت مسافره لوحدها في الرحله. وبيروح جرير يقعد في قاعه الرقص وبيفضل يشرب هو كمان، وبتبقى قدامه يافطه لمغنيه اسمها فرانشيسكا، وبيكون دوج وماندر بيدوروا على اكل في المطبخ وبيلاقوا علب مقفوله فيها اكل صالح، فبيفضلوا ياكلوا فيه لحد ما بيتحول كل الاكل لدود بيتحرك، وده بيخليهم يرموه فورا من ايدهم. وبتبقى مورين راحت لاوضه كيتي عشان تدور عليها لانها متاكده انها شافتها قدامها عايشه، لكن بتلاقيها شنقه نفسها وميته ومتحوله لهيكل عظمي قدامها. فبتحاول مورين انها تخلع السلسله اللي البنت لابساها وبتلاقي فيها صوره اهلها. وقبل ما تقفل السلسله بيظهر شبح كيتي من وراها وبيقول لها يا ريت ما تقفلش السلسله لان بقالها كتير ما شافتش اهلها، وانهم اتنقلوا لنيويورك وهي كانت رايحه لهم من خلال السفينه، لكن زمان اهلها ماتوا دلوقتي ونفسها تنضم لهم عشان تشوفهم، لكنها محبوسه هي وكل اللي كانوا في السفينه ومش قادرين يتحرروا. وبتشوف كيتي الدنيا من حواليها بتتحول لدم، فبتترعب وبتقول لمورين انها لازم تهرب فورا من السفينه، وبتختفي فجاه من مكانها. وبيكون مورف قاعد في اوضه القبطان وبيلاقي القبطان بنفسه ظهر قدامه وبيديله البوم صور فيه السفينه كانت غرقانه، وانه قابلها في طريق ابحاره وقرر ينقذها، ولقى فيها الذهب ونقله لسفينته، وما كانش يعرف ان الذهب ملعون وهيقضي على سفينته كلها ويحولهم اشباح، ده غير ان السفينه كلها ما كانش فيها غير ناجي واحد بس وبيديله صورته. واول ما مورف بيشوف الصوره بيتصدم لانه بيكون عارف الشخص اللي في الصوره، وفي نفس الوقت بيكون جرير شايف فرانشيسكا ماشيه قدامه وبتناديله، واول ما بيقرب منها وبيحاول يلمسها بيقع في مكان الاسانسير وبينزل ميت. وبتبقى مورين عماله تدور على كيتي لكنها بتلاقي مورف قدامها فبتطمن عليه انه كويس، لكن مورف بيشوفها على اساس انها سانتوس الميت، وبدل ما بيشوفها ماسكه كشاف بيشوفها ماسكه سكينه، فبيهجم عليها عشان يقتلها لانه فاكرها سانتوس، لحد ما بيجي لها جاك وبينقذها من ايد مورف وبيضربه بالاسطوانه في وشه وبيفقد الوعي بعدها. وبيحبسوا باقي الفريق جوه خزان لحد ما يفوق من السكر اللي هو فيه، وبيفكروا في اللي هيعملوه، وبيقرروا انهم يكملوا تصليح في السفينه لانها سبيل هروبهم الوحيد، وبينزلوا لقاع السفينه عشان يصلحوا الشرخ اللي فيها، وبعدها بيشغلوا مضخات الميه عشان يطردوا الميه الموجوده فيها. وبتروح مورين عشان تدور على جرير لانه
مختفي بقاله فتره طويله، لحد ما بتلاقي كيتي من تاني، واما بتمشي وراها بتشوف جرير ميت قدامها، وساعتها بتجيلها كيتي وبتقول لها انها عايزه توريها حاجه مهمه. واول ما بتلمسها بيرجعوا لوقت السفينه اثناء رحلتها، وبتشوف مورين الضيوف قدامها وهم مستمتعين بوقتهم، وبتشوف ان طاقم عمل السفينه قتل الطباخين وحط سم فران في الشوربه للضيوف وقدمها لكل السفينه عشان يقتلهم، والمجموعه اللي كانت بترقص ماتوا بالسلك الحاد اللي عدى من خلال جسمهم وقسمهم. واما جريت عشان تروح لاوضتها لقيت ان الطاقم عمال يقتل في الموجودين، والاسلحه اتوزعت عليهم وعدموا كل الموجودين، وكل اللي حصل كان بسبب الذهب الموجود عليه. ان طاقم السفينه كان في الاصل عصابه مخططه لسرقه الذهب، وما اتبقاش غير العصابه واحد منهم قلب عليهم بامر من فرانشيسكا المغنيه وقتل كل اصحابه هو كمان. وبعدها فرانشيسكا طلعت مسدسه وخلصت عليه لانها كانت متفقه مع حبيبها انهم يستولوا على كل الذهب، وبعدها حبيبها قتلها عن طريق انه علقها في خطاف من رقبتها وخلص عليها. وبنكتشف ساعتها ان حبيبها ده هو جاك اللي جابهم للسفينه من الاول خالص، وان ورا كل اللي بيحصل ده وان جاك شبح اصلا ومسؤول عن تجميع ارواحهم. وبتجري مورين على الخزان اللي مورف محبوس فيه، وبتلاقي ان الخزان اتملى ميه ومورف ميت فيه وغرقان، بيبقى ماسك في ايده الصوره اللي القبطان اداها وبيكون فيها جاك، وبتفهم ان جاك جايبهم مخصوص عشان يصلحوا سفينته ويرجع يجمع ارواح من تاني. وبتروح بسرعه لدوج عشان تحذره من جاك، لكنها ما بتلحقش لان جاك بيكون مع دوج، فبتبلغهم مورين انهم ما يتحركوش من كابينه القبطان لحد ما بتلاقي ماندر وتجيبه، وبتدي لدوج بندقيه عشان يحمي نفسه بيها. واما بتروح للمكان اللي فيه ماندر بتلاقيه مات بسبب انه موتور السفينه اشتغل وهو جنبه وسحبه ناحيته وفرمه. وبيبقى جاك عايز يسيب دوج ويمشي، لكن دوج بيمنعه وبيتخانقوا مع بعض لحد ما دوج بيقتله بالبندقيه، وبيمثل جاك انه ميت وبتبقى الرصاصه اصلا ما اثرتش فيه. وبيروح دوج لمورين عشان يقول لها اللي حصل، فبيلاقيها بتجهز لتفجير السفينه بكل اللي فيه لان السفينه ما ينفعش توصل للمينا، لكن دوج ما بيصدقش كلامها وبيحاول انه يمنعها من اللي بتعمله، لكنها بتفضل مصره. وساعتها شكله بيتحول وبيرجع لشكل جاك من تاني، وبيبقى منتحل شخصيه دوج على امل انه ياثر على مورين لكنه بيفشل. وبيقول لها انه شيطان بيجمع الارواح لما هي بتجمع السفن المهجوره، وانها لو فجرت السفينه دي هو مش هيتاثر وهيكمل تجميع ارواح. وبيحاول جاك انه يرميها في الميه ويقتلها لكنها بتقدر انها تفجر السفينه، وبيموت جاك وكل الارواح المحبوسه في السفينه بتتحرر اثناء غرقها. وبتظهر كيتي لمورين عشان تساعدها في معرفه الطريقه اللي تخرج بيها من السفينه قبل ما تتسحب معاها للقاع. وبتفضل مورين طافيه على صندوق في البحر لحد ما بتقابل سفينه كبيره بتنقذها، واول ما بيوصلوا للمينا بتكون في عربيه اسعاف مستنياه، وبتشوف قدامها صناديق خشب شبه اللي كان فيها الذهب بتتحمل من جديد على سفينه جديده، وبيبقى وراهم جاك عشان يكمل حصد الارواح، وبتحاول انها توقفه لكن ما بتلحقش.